السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ دلوقتي بعد ما جبت في الفيديو اللي فات ما عرفتش اخش الشقة غير لما جبت كهربائي عمل لي الاضاءة اللي فيها، وبعد كده شغلت فيها قرآن، شغلت سورة البقرة، وبعد كده جينا عشان خاطر طبعا زي ما حضراتكم شايفين عليه كل حاجة عليها شبر تراب من قفلة الشقة. وجبت المكنسة دلوقتي اهو زي ما حضراتكم شايفين عشان خاطر نشيل حتى بس التراب من على الحاجة الاول، وبعد كده نخرجها وننزلها. ففعلا دلوقتي اشتغلنا اهو فيها بنشيل التراب كده بس بالمكنسة من على الوش، لاني بقول لحضراتكم انتوا مش متخيلين منظر التراب اللي على الحاجة، يعني من كتر التراب اللي على الحاجة لازق، يعني ما طلعش كده بالمكنسة بالساهل. شايفين حضراتكم التراب في الارض عامل ازاي وعلى الحاجة عامل ازاي. شلنا دلوقتي التراب اللي هو على الشلت بتاعة الانتريه وخرجناها بره قدام باب الشقة. دي الكنبة، دي الشلت بتاعة الكنبة، هي تقيلة جدا جدا جدا، يعني ما بقيتش عارفة اشيلها، تقيلة بصراحة، يعني بتاعت من 14 سنة ما مقفول عليها وبعد كده كمان التراب تقلها كمان. خرجتها قدام باب الشقة. دلوقتي يا جماعة حطيتها هون وهدخل هوريكم دلوقتي منظر الكنبة، وان شاء الله هتابع معاكم برضو. انا مش عايزة اطول عليكم في الفيديوهات، انا عاملة كذا فيديو بس مش عايزة اجيب الفيديو يبقى طويل. دي الكنبة المكسرة، هتابع معاكم كل خطوة في الشقة بعد كده. سلام عليكم.